شايف هنا مقاومة 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 مقاومة. ستار دانيا تشيرز تشيرز. how is your business؟ يلا ما تنسوش نرجع نقول تاني، اي حد بيتابعنا من اي دولة في العالم اكتب لنا انت بتشوفنا من اي دولة، تمام؟ وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب، اعمل لنا سبسكرايب، اعمل لنا سبسكرايب، اعمل لنا سبسكرايب. تابعنا على جميع صفحاتنا على التواصل الاجتماعي. لينك التليجرام، لينك جروب التليجرام هتلاقوه موجود عندي في الصفحة، موجود عندي في الصفحة. خش لينك جروب التليجرام. جروب التليجرام مجانا بشكل كامل، بيكون عليه كورس يعلمك التداول من الصفر للاحتراف بالمجانا. تاني شيء والاهم، تاني شيء والاهم ان في توصيات مجانية بالكامل بشكل يومي وحصري عندنا بالقناة. تالت شيء ان معظم الناس اللي مشتركة عندنا في الجروب بتشير صور من ارباحها بشكل يومي وحصري عندنا في القناة. وما شاء الله ارباحهم كبيرة، ارباحهم كبيرة بشكل كبير ما شاء الله عليهم. ورابع حاجة، لو انت حابب تسجل على المنصة، وانا بقول لك تجربتي الشخصية عليها كانت تجربة هايلة، لو انت حابب ان انت عايز تسجل عليها موجود اللينك عندي في البايو، موجود في القناة، وموجود في قناة جروب التليجرام. ولو سجلت في مفاجأة مستنياك عند اي ايداع هتعمله، في مفاجأة مستنياك. شايفين؟ هي شايفين الشارة الكبيرة دي؟ واحد اتنين تلاتة، هم دول اللي بهدلوا الناس امبارح، هم دول اللي لكودوا ناس كتير امبارح. واحد اتنين تلاتة، سبب الثلاث شارات دول في البيتكوين هم اللي لكودوا ناس كتير امبارح. حصلت اللكودة، شايفين؟ واحد اتنين تلاتة، هم التلاتة دول اللي لكودوا ناس كتير امبارح، دول التلاتة اللي لكودوا ناس كتير امبارح. عشان كده برجع اقول لك لازم تكون حاطط خطة وانت داخل، ما تطمعش، لا للطمع، ما تطمعش. ادخل جروب التليجرام في توصيات، جروب التليجرام عندنا في توصيات مجانية بالكامل. جروب التليجرام في توصيات مجانية بالكامل عندنا. برجع اقول لك لو انت عايز تبتدي تتداول واخد القرار، قرارك، احنا ما بنديش اي نصيحة شخصية. انا برجع اقول لك انا ما بدكش اي نصيحة شخصية، القرار قرارك. لو انت اخد الخطوة وعايز ان انت تتداول خش، مستني ايه؟ خش بسرعة. لو انت اخد الخطوة وعايز تتداول خش بسرعة، القرار قرارك. خش جروب التليجرام، هتلاقي عندنا في جروب التليجرام في توصيات مجانية، في ناس اللي مشتركة في القناة بتشير أرباح صفقاتها، تحط صور من أرباح صفقاتها بشكل يومي، والحمد لله أرباحهم كتير حلوة. تالت حاجة والأهم، لو أنت حابب إن أنت تسجل على المنصة هتلاقي اللينك موجود. لو أنت حابب إن أنت تسجل على المنصة هتلاقي اللينك موجود. لو أنت حابب إن أنت تسجل على المنصة هتلاقي اللينك موجود. يلا مستني إيه؟ خش خد الخطوة وابتدي بسرعة. خليني دلوقتي اوريكم حاجة. هنفتح بوزيشن تاني، هنفتح البوزيشن التاني. خليني طيب
خلينا نتكلم شوية عن موضوع، خلينا نتكلم معاكم على موضوع، خلينا نتكلم عن تحديثات عامة عن تحركات البيتكوين. بيقول لك ان البيتكوين هو قائد السوق. البيتكوين هو قائد السوق، طول ما هو متذبذب بالشكل ده باقي السوق هيسمع الكلام. يبقى طول ما البيتكوين متذبذب زي ما انتم شايفين الشارات، طول ما جميع العملات هتسمع الكلام، لانه هو الليدر بتاع السوق. البيتكوين الليدر بتاع السوق، طول ما هو في حالة ماشي كده هتلاقي كل العملات نفسه تحت منه، ان هو الليدر بتاع السوق. طيب خلينا نتابع القمم والكيعان هنا. شايفين؟ تابع القمم والقيعان. شايفين القمم والقيعان في الشراط؟ تابع القمم والقيعان في الشراط، واعرف ان كل صعود كبير بيلاقي هبوط. كل صعود كبير بيلاقي هبوط. لازم تركز في الموضوع ده، دي مش نصيحة، انا بس بوريك الشراط عاملة ازاي. ركز في الصعود والقيعان، ركز في الصعود والقيعان. القاع هو ده اللي لازم تركز عليه، الصعود والقيعان. شايف الشراط؟ شايف الشارة دي؟ شايف؟ اهي شايف هنا الصعود؟ شايف هنا الصعود؟ قيعان. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، في فرق ما بين الصعود والقيعان. ده اللي لازم تركز فيه، ده اللي لازم تركز فيه. الموضوع مش توصيات ولا تحليلات، برضو الموضوع شراط. لازم تكون عارف ايه الشراط، لازم تكون فاهم ايه الشراط، ايه هو القمم، ايه هي القمة وايه هي القيعان، ايه هي القمة وايه هي القاع. تمام؟ خلينا نقول بيقول لك في الناس اللي بتتداول، بيقول لك ان الشمعة بتتكلم. الشمعة اللي انت شايفها دي اللي هي بتروح وتيجي بتتكلم، فانت لازم تسمعها. بتتكلم فانت لازم تسمعها، بمعنى يعني اكيد هي اللي بتتكلم وانت بتسمعها، بس المختصر المفيد ان انت لازم تفهمها، تفهم الشمعة هي رايحة فين وجاية منين. فاهم؟ دي حاجة مهمة. كل شمعة بتتكلم، السوق بيقول لك حاجة وانت لازم تسمع. اي حد عندي في البث بيتداول يقول لنا السوق رايح فين، اكتب لي في الكومنت. شايفينه طالع لفوق ولا نازل تحت؟ خلينا نشوف رأي الناس اللي عندنا في الكومنتات. اكتبوا لي في الكومنتات. اهم حاجة التحركات يا جماعة، اهم حاجة التحركات، وازاي ان انت تغير السوق، وازاي تعرف حدة التذبذب، الحدة بتاعت التذبذب. واي حد يكتب لنا في الكومنتات ايه هي اهم حاجة اتعلمها عندنا النهاردة في البث. برضو شاركونا ايه هي اخر عملة انت سمعت عنها وكم كان سعرها. ايه هي اخر عملة انت سمعت عنها وكم كان سعرها؟ اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، شاركوا معانا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، خش على الفيديوهات. لو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتبه لي في الكومنت، اكتب لي في الفيديو. Can you connect with other people? How? What? Just a second.
From here no. From here no. I will check. Start to ball no. No sir. No sir. اوكي فيش غير حد غير انا عندك واحد. يا عم انت منورنا يا محمد. تعال قول لي منين يا محمد الاول. انا قاعد فاتح صفقات يا محمد. في حد موجود؟ محدش موجود. انا قاعد بكسب واموري طيبة. انت منين؟ اللي حابب ان هو يخش ويفق يعني يسأل سؤال ونجاوبه عليه عادي. انت منين قول لي. فاتح بوزيشن وكاسب فيه 450 دولار. انت فين؟ وانت بقى بتعمل ايه؟ قول لي. من غزة والنعم بأهل غزة. حي الله أهل غزة. والله كيف حالك؟ بتتداول يا محمد ولا بتتداول ولا عمرك ما سمعت عن التداول؟ قول لي في الكومنتات. ولو بتتداول ايه هي اخر عملة سمعت عنها وكم كان سعرها؟ الله يسلمك. الله يسعدك يا محمد. على راسي والله اهل غزة. على عهدي على هديني على ارض تلاديني. انا دمي فلسطيني. قول لي ايه هي اخر عملة سمعت عنها وانت بتتداول ولا لا؟ شايف السوق ازاي؟ اكتب لنا في الكومنتات السوق شايفه ماشي ازاي، وهل انت اتداولت قبل كده ولا لا، وايه هي اخر عملة سمعت عنها وكم كان سعرها. انت عارف ان البيتكوين يا محمد في 2011 كان سعره دولار واحد. البيتكوين الواحد كان بدولار. انت عارف البيتكوين النهارده بكام؟ ها تعال اوريك. تعال اوريك يا حبيب اخوك. تعال اوريك. تعال اوريك يا حبيب اخوك. احنا في 2025 يا حبيب اخوك. 85,000 دولار. 85,000 دولار. ولا انا بتابع مع قناة حولت 20 دولار ل 140 بعدها خسرت 70 عشان غلطان. اولا يا محمد قبل اي حاجة عشان اكون صريح معاك، انا اصلا يعني انا صانع محتوى عن التداول، والمنصة اللي انا بتداول عليها دي يعني دي انا بقول لك خبرة مش خبرة، انا بقول لك يعني تجربة شخصية. اولا انت لو عايز تبتدي تتداول يا محمد لازم راس المال اللي انت هتتداول بيه ما يأثرش عليك لو خسرته كله. يعني انت تقدر تتحمل خسارته كله سواء كان 20 100 1000 مليون. ده انا بقول لك التداول بقى من الصفر للاحتراف كده حاجة ببلاش كده، بما انك انت من غزة. يعني طول ما انت دخلت تتداول والراس المال اللي انت هتتداول بيه ايا كان الرقم، انت لو خسرته بالكامل مش هيأثر عليك، مش هيأثر على حياتك. ادخل حط خطة وادخل، وما تيجي تتداول اتداول ب1%. داخل مثلا ب1000 دولار خش لك 7 صفقات في اليوم، كل صفقة 1% من راس مالك وهكذا. لكن ما تخشش 70، ما تخشش ب10 ب20 25% من راس مالك. خش ولو حتى 1% من راس مالك. افتح 7 صفقات بشكل يومي. لو خسرت 3 وكسبت 4 هتلاقي عندك ربح، وربح لو صغير. فاهم؟ واهم حاجة تكون المنصة اللي انت بتتداول عليها تكون منصة موثوقة آمنة
سواء في طريقة الدفع تقدر تدفع عليها او تقدر تسحب او تقدر تحول عليها. والمنصة اللي انا بتداول عليها بصراحة يعني انا بقول لك زي ما نقول ايه، تجربة شخصية. منصة موثوقة بتتداول على الذهب. لا انا بتداول فيوتشر انا ما بتداولش فورين، انا بتداول فيوتشر مش سبوت. السبوت مخاطره عالية. انا بتداول فيوتشر، بتداول في البيتكوين، سولانا، عملات كتير. بخش بفتح لي 5 بوزيشن 7 بوزيشن، الحمد لله ربك بيكرم. 2000 دولار، 700 دولار، 900 دولار، وانا قاعد كده وفاتح البث واموري طيبة. خصوصا المنصة دي اما بتعمل فيها ايداع بيدوك على اي ايداع بيدوك 20%. فاهم؟ فدي حاجة كويسة يعني. ومنصة موثوقة. انت بتعرف المنصة اذا كانت موثوقة ولا لأ عشان تتداول عليها. بتعرف من موقع اسمه كوين ماركت كاب، بتلاقيه. المنصة دي من اول 10 منصات في العالم. فهمت يا محمد؟ لو اي حد من صحابك كمان بيتداول وعايز تخدمه ابعت له لينك. اللينك هيكون موجود عندي في البايو، وجروب التليجرام موجود عندي برضو على الصفحة. خليه يسجل، هيستفيد كتير لو عمل ايداع. وانا عندي القناة بيكون فيها توصيات مجانية بشكل يومي مجانا. في كورس لتعلمك التداول. الله يسعدك، ربنا يرزقنا ويرزقك يا رب. التداول فيه، بس مش فيه للناس. في ناس بتطلع تعمل لك البحر طحينة زي ما احنا بنقول بالمصري. ب 100 دولار عايز يبقى معاه مليون دولار. مفيش الكلام ده. ولو انت بتتداول ابعد عن الطمع. اوعك تطمع وما تخليش العاطفة تسوقك. دي اساس، ده مفتاح التداول والله. زي اي حاجة في الحياة، استثمار. تطمعش. طمع قل ما جمع، صح؟ عارف المثل ده؟ ما تطمعش وابعد عن العاطفة وحط خطة وخش. وزي ما بقول لك، انا اول لما دخلت اتداولت كنت داخل ب 1000 دولار، خسرتهم في شهر. بس كنت داخل كده على الله حكايتي، معرفش اي حاجة. كده ابتديت بقى ادرس الموضوع وافهم، اروح اشوف كورسات، اتعلم. ودخلت على المنصة اللي انا بتداول عليها دلوقتي. الحمد لله دخلت ب 2000 دولار في خلال 13 يوم. ال 2000 عملت فيهم 13000 دولار. تخيل؟ الحمد لله. انا فاتح بوزيشن دلوقتي كسبان معايا 678 دولار. خشوا يا جماعه، اللي مش عامل لي سبسكرايب للصفحه يعمل سبسكرايب، واللي حابب ان هو يخش جروب التليجرام. احنا جروب التليجرام عندنا فيه 5 حاجات مش هتلاقيها في اي جروب. اولا الجروب الاشتراك فيه مجانا بالكامل. رقم 1 هتلاقي كورس يعلمك التداول من الصفر للاحتراف مجانا. رقم 2 عندنا توصيات مجانية بالكامل بشكل يومي، وتحليل للشارات والبيانات موجودة. رقم 3 الناس اللي مشتركة عندنا في الجروب، احنا عندنا حوالي 600، دخلنا 615 او 616 مشترك. بيشاركوا صور من ارباح صفقاتهم اليومية، والحمد لله ارباحهم كبيرة جدا بشكل يومي. رابع حاجة، لو انت حابب ان انت تبتدي تتداول وعايز منصة موثوقة، انا بقول لك تجربة شخصية على المنصة. هتلاقي اللينك موجود عندي على الصفحة وموجود في جروب التليجرام. لو سجلت بتحصل مفاجأة، ولو عملت ايداع بتحصل مفاجأة برضه. وعشان تعرف اذا كانت المنصة موثوقة او لا، خش موقع اسمه كوين ماركت كاب، بتلاقيها من اول 10 منصات للتداول في العالم. ومعاكم فادي، ودي صفحتنا فادي كريبتو. اي واحد بيتفرج علينا ما ينساش يعمل لنا ايه؟ لايك وسبسكرايب وفعل الاشعارات. احنا كل يوم بس مباشر. والبوزيشن اللي احنا فاتحينه دلوقتي كسبان 678 فادي كريبتو. يس 678.
تنسوش تعملوا سبسكرايب للصفحة، ده اهم شيء. ويا محمد زي ما انا قلت لك، لو انت حابب ان انت تدخل، ولو عملت ايداع بيطلع لك زي ما انا بقول لك، بيطلع لك يعني في مكافآت على الايداع. هتلاقي اللينك موجود عندي، لو انت عايز تسجل على المنصة هتلاقي اللينك موجود عندي في الصفحة بتاعت اليوتيوب، او موجود على جروب التليجرام. انا دلوقتي زي ما انت شايف وادي البوزيشن اللي مفتوح، البوزيشن اللي مفتوح يا محمد 678 678 البوزيشن اللي مفتوح 678. اوب 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 اوب، لابتوب هيقفل. بيتري لو بيتري نو. ايوه لو بيتري. يا اهلا ومرحبا بيكم. بنقول مساء الخير، معاكم فادي، ودي صفحتنا فادي كريبتو. اي حد بيشوفنا دلوقتي يعمل لنا سبسكرايب، يلا سبسكرايب يلا. اي حد بيشوفنا دلوقتي يعمل لنا سبسكرايب حالا، وخش جروب التليجرام لو انت عايز تشوف. ايوه هنشوف الصفقة. 700 وصلنا، 700 دولار 700 دولار. اي حد بيشوفنا دلوقتي برجع اقول لك، جروب التليجرام عندنا فيه 5 حاجات بنقدمها مجانا بشكل حصري. عندنا رقم 1 كورس يعلمك التداول من الصفر للاحتراف مجانا بالكامل. رقم 2 توصيات مجانية بالكامل بشكل يومي وتحليل للبيانات والشارات. رقم 3 خلاص سكر تطمعش. لا ما بص يا محمد، هي مش فكرة ما تطمعش، هي الفكرة بقى ده الفرق ما بين المتداول اللي هو لسه بيتداول، وفي فرق البني ادم اللي بيتداول بقاله فترة. اللي بيتداول بقاله فترة هو بيكون عارف يعني مش عارف، هو قاري الشمعة رايحة فين وجاية منين. قاري الشمعة رايحة فين وجاية منين. المتداول اللي هو لسه جديد هو اللي بيطمع. اول لما يكسب 500 يروح قافل، او اول لما يخسر 10 يروح قافل. انا ممكن افتح دلوقتي الصفقة هي كسبانة 600، ممكن ترجع تخسر 800، بعد كده ارجع الاقيها كسبانة، بدل خسرت 800 كسبانة 1200. ساعتها ممكن ان انا اقفل الصفقة، فاهم؟ وانا فاتح اكتر من صفقة. محمد قال لك سكر ما تطمعش. 700 بص، شايف الشمعة يا محمد؟ انا مش عشان انا اللاب هيفصل عشان كده حاطه في الشحن. شايف يا محمد؟ انا شاري وهي لسه اهي، شايفها؟ في مقاومة اهي. سعود البيتكوين ايش شايفه نازل ام صاعد؟ البيتكوين هيطلع شوية. انت تعرف ان البيتكوين انا شايف ان هو هيطلع. البيتكوين امبارح كان واصل ل 92، كان واصل ل 92 ونزل من 92 ل 82 امبارح بالليل. امبارح بالليل في ناس لكودت كتير بالليل، امبارح في ناس كتير خسرت. انا كنت فاتح 5 صفقات امبارح، 5 صفقات كنت فاتح بس، كنت بوري يعني. انت ممكن تشوف البث بتاع امبارح، ال5 صفقات كانوا كسبانين معايا الحمد لله 2400 2450 امبارح. قفلتهم الساعة كام؟ الساعة 1 بالليل. من الساعة 1 بالليل لحد الساعة 4 الصبح انا شايف كمية ناس ملكودة خسرت كتير. البيتكوين كان واصل ل 92 امبارح بالليل، راح هابط لحد 82 لحد الصبح. دلوقتي هو 84. انا شايف ان هو هيطلع يمسك ال 87.
لان هو في حاله في تذبذب. وعلى فكره البيتكوين هو القائد، هو بابا المجال. بيتكوين طول ما هو بينزل العملات كلها معاه، طول ما هو بيطلع العملات كلها بتطلع معاه. تنساش يا محمد تعمل سبسكرايب وتخش جروب التليجرام. ولو حابب تسجل على المنصه هتلاقي المنصه اللينك موجود فيها في الجروب التليجرام، وموجود عندي برضه على صفحه اليوتيوب. واعمل قهوه. الجو عندكم في غزه قول لي، الجو برد ولا حر ولا ايه الدنيا؟ وكيف الاوضاع؟ ان شاء الله تكون الدنيا اتظبطت واحسن ان شاء الله. داخله على 790 الصفقه، كسرت ال70، كانت 70 تنزل تطلع، دلوقتي 790. السولانة برضو، السولانة طالعة برضو. تلاقي معظم العملات طالعة، السولانة طالعة. شايف المقاومة محمد؟ هي دي المقاومة، شايف؟ فيها تذبذب، هي تطلع شوية وتنزل، تطلع شوية وتنزل، تطلع شوية وتنزل. أنا الحمد لله أنا متأجرين بيت، الحمد لله. الله يرزقكم يا رب ويخفف عليكم إن شاء الله، تكونوا بأحسن حال إن شاء الله. شايفها؟ مقاومة فيها تذبذب، هي هتلاقي كل العملات نفس الموضوع. شايف؟ نزلت هي تاني، الشمعة نزلت دلوقتي. هتطلع مرة واحدة، يا إما هتنزل نفس النزول ده. يا هتطلع مرة واحدة يا إما هتنزل نفس النزول ده. شوف بتقاوم اهي، حمرا، شايف؟ اخضرت اهي، مقاومة. يا هتطلع مش بالخيم. انت عايش بالشمال. تعملي سبسكرايب ولا لا محمد؟ عشان لو مش عاملي سبسكرايب ازعل منك والله ازعل منك، ازعل واجيب ناس تزعل. شايف؟ رجعت احمر التاني. استنى احط الشاحن عشان ما يفصلش يشحن. كم صار المركز عندك؟ اهو شايف؟ احمر التاني. لسه هفتح اصلا انا، بس اول ما بفتح والله عملت. انت محترم والله، انت اللي محترم حبيبي يا محمد، على راسي. انا جربت نصيحتك وكسبت. كفو يا محمد بديع. راحت فلوسك يا عجري، راحت فلوسك يا عجري يا محمد. سجلت على المنصة ولا لا يا محمد؟ اي حد مش عامل لنا سبسكرايب يعمل لنا سبسكرايب يا جماعه. خش جروب التليجرام. جروب التليجرام عندنا في 5 ميزات في جروب التليجرام مش موجوده في اي جروب تليجرام يخص التداول. اولا الجروب مجانا بالكامل، يعني مش هيقول لك لازم تدفع $50 او $20 عشان يشاركك اي حاجه. الكلام ده مش عندنا، احنا بتوع غلابه من الاخر، احنا بنساعدوا الاصدقاء. تمام؟ اولا هتلاقي على جروب التليجرام كورس يعلمك من الصفر للاحتراف التداول بشكل مجاني بالكامل. تاني حاجة في توصيات هتلاقوها على القناة بشكل يومي، تحليل بيانات للشارات هتلاقوها موجودة على القناة برضو بشكل يومي مجانا. تالت حاجة والأهم ان الناس المشتركة عندنا في جروب التليجرام بيشاركوا صور من ارباح صفقاتهم، والحمد لله ما شاء الله الارباح كبيرة جدا جدا بشكل يومي موجودة برضو على الجروب. رابع حاجة والاهم، لو انت حابب ان انت تسجل على المنصة اللي انا بتداول عليها، وانا بصراحة يعني عندي تجربة شخصية معاها والتجربة كويسة،
المنصة موثوقة، ولو عايز تتأكد المنصة موثوقة ولا لا تخش على موقع اسمه كوين ماركت كاب، تلاقيها من أول 10 منصات بالعالم. أهم شيء خدمة عملاء 24 ساعة، في موثوقة في الإيداع في السحب، ده أهم شيء. تخش تشوف التريدنج فوليوم بتاعها قد إيه، تخش تشوف عدد الصفقات اللي مفتوحة على المنصة قد إيه، ده كله بيبين لك إن المنصة موثوقة. خامس حاجة والأهم، إن أنت لو مش متابعني تابعني، يلي تنشك في زورك، يلي بتشوفني دلوقتي وقاعد ساكت. يلا، أنا جربت نصيحتك وكسبت. محمد كسب. برافو محمدو، برافو محمدو، محمدو، برافو محمدو، محمدو واحمدو. شايفين؟ شايف يا محمد؟ عندنا 2 محمد في البث. ايه، انا فاتح بوزيشن دلوقتي كسبان معايا 695، وصلنا 695. شايفين؟ ما شاء الله. قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، يا ريت تتشك في زورك انت وهو. قول ما شاء الله، قول ما شاء الله يا ولا، قول ما شاء الله يا ولا. مقاومة مقاومة مقاومة. كفو يا محمد، حبيتك انا محمد. محمد خش سجل على المنصة يا محمد، سجل سجل، ولو عملت ايداع والله هتستفيد والله. وتأكد اذا كانت المنصة موثوقة قبل ما تسجل، هتلاقيها زي ما انا بقول لك في موقع كوين ماركت كاب. لو عايز تسجل على المنصة هتلاقيها موجودة عندي على الصفحة بتاعت اليوتيوب اللينك، او في جروب التليجرام، وجروب التليجرام موجود. خش سجل، اساسا في بونص للناس اللي بتسجل، والناس اللي بتعمل ديبوزيت ليها بونص، خلي بالك هتستفيد. وخش برجلك اليمين، اسمع اللي بقول لك عليه. راس المال اللي معاك افتح لك 5 صفقات، كل صفقة 1% من راس المال. ولو كسبت لك 10 20 30 دولار في اليوم وانت لسه بتبتدي رضا، لحد ما تبتدي تتعلم، وبعد كده تبتدي تخش بقى الصفقات براس مال اكبر. فاهم؟ فما تطمعش في الاول، دارك في القليل يبقى كتير. شايفين؟ مش قلت لك انا هترجع يا اما تقف يا اما ترجع تاني تقاوم؟ اهي، شايف؟ عندنا فين هو لينك التليجرام؟ نفحاتة يمنية موجود، هتلاقي عندي في الصفحة لينك التليجرام. لينك التليجرام موجود عندنا في الصفحة. خشوا اللي حابب يسجل على المنصة. انا بقول لكم المنصة انا عندي تجربة شخصية معاها، موجود اللينك في جروب التليجرام، وموجود عندنا، وموجود برضو على صفحة اليوتيوب. خش على فيديوهات عملة ايش هادي؟ انا بيتكوين، انا شغال بيتكوين، انا بيتكوين، وفاتح صفقتين كمان، سولانا، فاتح على سولانا، وفاتح على استر، 3 فاتح 3 صفقات فيوتشر، واحدة 690، واحدة لسه ما مسكتش قوي في الطلوع والنزول، والتالتة عاملة 60 دولار، 60 دولار 690 البيتكوين، والتانية لسه ما بين اخضر واحمر، اخضر واحمر. فهمت يا محمد؟
مزيكا عالية ولا واطي؟ شوف طلعت ازاي يا محمد؟ شايفين الناس اللي عندي في البث؟ شايفين الشارت؟ تداول في ربح يومي. نعم. في فرق اما انت تكون بتتداول متداول يومي، وفي فرق اما انت تكون متداول طويل الاجل. طويل الامد ده اللي هو بيتداول في الاسهم، اسهم الشركات والفورن والحاجات دي. لكن الكريبتو يومي. كريبتو يومي، كريبتو غير. هو اصلا كل الكلام ده اللي صنعوا الكريبتو. محمد، كريبتو اتعمل ليه اصلا؟ انا هقول لك على حاجه يمكن انت ما تعرفش الموضوع ده، خليني اشرحه لك. ثانية واحدة. كريبتو اول لما اتعمل كانوا عاملينه عشان يحارب المركزيه. العملات الرقميه عملات لا مركزيه. ايه هي العملات المركزيه؟ اللي هو البنكنوت اللي موجود في البنوك، اللي هي عمله مثلا الدولار، اليورو، كل دي عملات مركزيه اللي بيتحكم فيها ايه؟ البنك المركزي بتاع الدوله. ودلوقتي يعتبر هو الدولار، لان هو اللي يعتبر هو اقوى عمله في العالم هو الدولار. فاللي بيتحكم في سعر الدولار هو البنك المركزي الفيدرالي الامريكي. ففي حد راح عمل عمله لا مركزيه محدش يتحكم فيها، فهي دي ابتدت فكره الكريبتو 2000 وكام؟ 2009 2007 كان الشباب الناس اللي بتلعب جيمنج، الناس اللي كانت بتلعب جيمنج كانوا بيتداولوا الكريبتو بينهم وبين بعض، بس ما كانش ليه قيمه ماديه. في 2011 في اولها اول واحد يبيع كريبتو بدل 10000 عمله كريبتو ببيتزتين في امريكا. ببيتزتين. تخيل 10000 عمله كريبتو ببيتزتين في امريكا. في اواخر 2011 كان الكريبتو مسك سعر، كان الكريبتو الواحد بدولار في 2011. 2013 سمع 400 دولار ل 600 دولار. بعد كده القفزه الكبيره جت في 2000 وكام؟ في 2000 اواخر 2014 مسك الالافات. وديك دلوقتي الكريبتو العمله واحده الكريبتو بكام؟ ماسكه دلوقتي 87,000 دولار. متخيل؟ 87,000 دولار. هات لي اي استثمار في الحياة عقار غير عقار بأي حاجة، ان انت تستثمر من 2013 2025 دي 12 سنة حاجة كانت بدولار دلوقتي بقت ب87,000 دولار. متخيل؟ وهي دي الفكرة. تعرف ان اصلا في دول زي استراليا، كنت شايف خبر ان استراليا، مش عارف استراليا او كندا، حطوا احتياطي النقد بتاعهم في البنك بالكريبتو، بالعملات بالكريبتو. يعني حاطين الاحتياطي بتاعهم كريبتو. متخيل؟ حاطين الاحتياطي بتاعهم كريبتو. فهو ده اللي انا بتكلم فيه. الكريبتو او العملات اللي هي تحت الكريبتو عامة. دونالد ترامب عمل عملة اسمها ترامب حاليا موجودة الناس تتداول فيها. ايلون ماسك عامل عملة الناس تتداول فيها دلوقتي. ارجع اقول لك الكريبتو هو القائد بتاع العملات كلها. طول ما القائد فوق تعرف ان هو اخد الناس كلها معاه لفوق. طول ما القائد مش مظبوط تلاقي كله تحت. فاهم؟
فالتداول فيه طبعا ربح يومي، ربح يومي، بس مش عايز الشخص العشوائي. ما ينفعش انت تخش بعشوائية، ده رقم واحد. رقم اتنين، راس مالك لو هتخسر ما تكونش خايف انك تخسره بالكامل. لو انت خايف ان انت تخسر راس مالك بالكامل ما تتداولش، لكن اللي انت مش خايف ان انت تخسره تتداول. ممكن راس مالك اللي انت بتبتدي بيه ده تلاقيه 10 اضعاف، 20 ضعف، 100 ضعف، وهكذا. لكن مفيش بقى اللي هو الخيالات اللي هو انا ب 100 دولار هيبقى معايا مليون دولار، ده كل دوت شغل دروشه. واللي يصدق كده ده انا اسف يعني يكون مخه مش فيه خالص. لا، في ربح، بس تكسب 1000 دولار، 2000 دولار، وعلى حسب، ما هو على حسب راس مالك. انت لو بتتداول بمليون دولار غير اما بتتداول ب10، غير اما بتتداول ب1000، غير اما بتتداول ب500، غير اما بتتداول ب50000، وهكذا. فهي الدنيا مش ومش حاجة ثابتة. وبعدين في حيتان، في محافظ كبيرة بالملايين، معاه بالملايين وبالمليارات، هما اللي برضو بيعملوا زي ذبذبة في السوق، فاهم؟ ذبذبة في السوق. بس ده نشوف البوزيشن بتاعنا. هو دلوقتي ماسك 84,900، 84,900، ماسك 84,900. شوف اقول لو كسر ال 85 خلاص، دلوقتي في حالة المقاومة اهو، 84,900، ينزل شوية يطلع شوية. لو كسر ال 85 خلاص هيمسك ال 87. لو كسر ال 85 هيمسك ال 87. لو كسر ال 85 كسرها اهي، هيمسك ال 87. شوف كسر ال 85 هيمسك ال 87 النهارده، وهياخد كل العملات معاه فوق. ثواني، رجعت اخضر التاني. شوف البوزيشن اللي انا فاتحه، شايفين؟ بوزيشن اهو، بوزيشن اهو، بوزيشن اهو. هو ده اللي انا بقوله، ما تخافش، ما تخافش. نزل تاني احمر اهو، هيرجع اخضر تاني، ما تخافش. طول ما انت شايف الشرط، عارف الشرط رايحه فين، شايفه مش مصدر دخل ثابت. هقول لك انا كان لسه واحد بيسألني، كنت عامل فيديوهات، فواحد كاتب لي كومنت في الفيديو بيقول لي هو انا امتى اسيب الدوام واركز بس على التداول؟ قلت له بص، لو انت بتداوم او شغلك مثلا بتاخد في السنة 10,000 دولار، لو راتبك السنوي 10,000 دولار، يعني 3 سنين 30,000 دولار، صح؟ لو التداول بيدخلك راتب الثلاث سنين، لو انت بتتداول والتداول بيدخلك راتب الثلاث سنين، خلاص انت مش محتاج الدوام. يعني التداول بيدخلك راتب 3 سنين 30,000 تداول مدخلهم، ما انت مش محتاج الدوام. خلاص تقعد تتداول، بقيت انت خلاص راجل متداول محترف، عارف انت بتعمل ايه. لكن كشخص مبتدئ لا، لازم يكون جنب شغلك استثمار يا محمد. زي ما انت بتستثمر، زي ما انت بتفتح مشروع كوفي شوب، تفتح مطعم، تفتح جيم، استثمار بيكون جنب شغلك الاساسي. اللي انت الاستثمار ده انت مش عارف المطعم هيشتغل ولا لا، كوفي شوب هيشتغل ولا لا، الجيم هيجوا ناس ولا لا، هيكون في اشتراكات ولا لا. هو استثمار، تفتح مشروع. يوم انت بتسيب الشغل وانت فاتح المشروع، يوم ما تلاقي ان الشغل مجازي معاك، المشروع مجازي معاك، خلاص انت مش محتاج الشغل.
لكن انت كبني ادم لسه في البدايات، لا، انت اول كل يوم ساعتين 3 زي ما بقول لك، تخش تفتح لك 5 بوزيشن تسيبهم، تيجي قاعد بتراقبهم، ايه الدنيا، شوف كان احمر رجع اخضر تاني، واحد تاني كان رجع قفل البوزيشن وخاف، كل اللي كسبوا خسروا، انا كل اللي كسبته خسرته، ال 700 690 خسرته، ال 790 خسرتهم، رجع حمار، بس انا ما قفلتش سبتها، ها رجعت اخضر التاني. انا قلت لك ادام كسر ال 85 هيمسك ال 87، هو ده القصه بقى، شايف؟ 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 مسكها ولا لا؟ ها؟ اخضر كام دلوقتي؟ رجع 220 دولار، اهي كسبانه 220 دولار، بوزيشن كسبان 220 دولار، كان كسبان 790 ونزل خسرني 10 دولار، كان احمر 10 دولار، ما قفلتهاش سبتها لان انا عارف انها هتطلع. دلوقتي رجعت 100 212 يعني 214، وهترجع تمسك فوق ال 700، تكسر ال 1000، البوزيشن ده هيكسر ال 1000 دولار، البوزيشن ده هيكسر ال 1000 دولار، فاهم؟ بس فهي الفكرة كلها في كده، لازم انت تكون عندك خطة، عارف انت داخل على ايه، عارف انا امتى هقفل البوزيشن، اما يكسب كام او اما يخسر كام ابتدي اقفله، عندك رؤية. وزي ما بقول لك ما تمشيش بالعاطفة وما تطمعش. الطمع، الناس اللي بتطمع خصوصا بيكونوا المبتدئين، لان هم بيكونوا بيدوروا على جني الارباح السريعة، واما بيخش وبيخسر بيخاف ان هو يخسر فلوسه كلها، فده اللي بيخليه ما عندهوش الثبات الانفعالي اللي احنا بنقول عليه، لازم يكون عندك ثبات انفعالي، فاهم؟ كسب تلاقيه طمع، كسبت 200 طب ما استنى شويه ممكن اكسب 2000 فيخسر الصف، خسر 10 دولار 20 دولار لقى 30 40 اقفل اقفل اقفل، يعني هي ممكن يخسر 100 بعد كده يرجع ال 100 دي يلاقي كسبان رجعت كسبت 500 600، بس هو داخل من غير خطه. التداول انا شايفه مش مصدر دخل ثابت. انا جاوبت على السؤال ده، انا لسه السؤال ده ليه كاني لسه شايفه، جاوبت عليه ده انا محمد. يكون دخل ثابت على حسب، زي ما انا قلت لك، لو هيكون بيدخل لك قد راتبك في 3 سنين، قد راتبك في 3 سنين يكون دخل ثابت، فاهم؟ هو ده اللي انا بكلمك فيه. اللي مش فارقه معاه يربح هيربح، لا هي مش قصه اللي مش فارقه معاه يربح هيربح، لا، اللي هو مش فارق معاه راس المال يخسره، ده المفتاح. صدقني هيجيك يوم وتفتكر الكلمتين اللي تقول في واحد انا كنت بتفرج عليه في التداول محتواه، كنت قاعد عنده في بث وقال الكلمتين دول، لو مش فارق معاك راس المال اللي انت داخل بيه هتلاقي نفسك طالع لقدام مش راجع لورا. اهي رجعت تاني 500، شايف؟ رجعت تاني وهيطلع، هتطلع البوزيشن ده هيمسك معاه 1000، هيكسر ال 1000 دولار، اول لما يكسر ال 1000 دولار هسيبه، اول ما يكسر ال 1000 دولار هقفله. جابت 500 اهي، كسرت ال 500، كسرت ال 500 500 دولار كسرتهم تاني. هو دلوقتي البيتكوين ماسك كام؟ 85 600، كان 84 85 600، قلت لك هو هيمسك ال 87، هو هيمسك ال 87، بس انا هقفل البوزيشن اول لما يكسب معايا فوق ال 1000 دولار هقفله. ممكن هو 85 600 هينزل ممكن تاني، يطلع يرجع تاني لل 87،
هيفضل البوزيشن مفتوح معايا لحد انا عارف ان انا هخش البوزيشن. الربح بيزود الثقة، اما الخسارة بتجيب خسارة اذا الواحد ضعيف وما بيتحملش. ما هي دي الفكرة بقى، انا بقول لك راس مالك اللي انت داخل بيه مفتاح التداول. ثلاث حاجات. اول حاجة ان راس مالك اللي انت داخل بيه ما تكونش خايف انك تخسره بالكامل. يعني انا معايا دلوقتي مثلا سيان معايا $1000 عادي، لو راحوا دلوقتي انا مش فارقين معايا، مش هيأذوني في حياتي الشخصية، مش هيأذوني في اكل، مش هيأذوني في شرب، مش هيأذوني في لبس زيادة معايا، فاهم؟ راح حاططهم في التداول، عامل حساب ان انا هخسرهم كلهم. ما انت هتكون عامل حسابك ان انت تخسر الحاجة، تلاقي نفسك الحاجة دي بتكسب. هي كده، هو السوق بيمشي عكس العاطفة. السوق بيمشي عكس العاطفة، عكس عاطفتك السوق بيمشي. من الآخر مسكت ال600، السوق بيمشي عكس عاطفتك. طول ما انت عاطفتك خايف ان انت تخسر هتلاقي نفسك ان انت بتخسر، وهكذا عكس العاطفة. لا، شايف ان انت بتكسب هتلاقي نفسك ان انت بتخسر، شايف ان انت بتخسر هتلاقي نفسك ان انت هتلاقي السوق بيطلع فوق يكسب، فاهم؟ هو بيمشي العكس. انا داخل بوزيشن فاتحه، بوزيشن بيخسر، عاطفتي هقفل عشان ما اخسرش اكتر، تلاقي السوق طلع، السوق بيطلع، عاطفتي تقول السوق بيطلع ما اقفلش استنى، هتلاقيها معلمي راح ايه راح نازل، تلاقي نفسك خسرت. هي كده، السوق بيمشي عكس العاطفة. كل بيحكي بيع البيتكوين بتلاقيه بيصعد. ايوه، ما هو بص، احنا ما بنديش استشارات، انت ما تسمعش يعني بص، حتى انت اللي اهم من التوصيات او التحليلات الشارات ذات نفسها، ان انت تكون متابع الشارت ده ذات نفسه، انت تكون متابعه عارف ايه اللي بيحصل فيه. انا قايل لك هيكسر كام، انا بتكلم معاك اهو، انت قدام مني يعني، ومعاك تليفون تقدر تخش شوف وصل كام. هو 85,700، انا قايل لك هيكسر ال87 ولا لا؟ ها؟ كان هو كام؟ 84. قلت لك لو كسر ال85 هيمسك ال87، حصل ولا لا؟ قول لي في الكومنت حصل. كان ب 84، قلت لك لو مسك ال85، لو كسر ال85 هيمسك ال87. داخل على ال86 اهو، شايفه؟ داخل على ال86 اهو، داخل على ال86 اهو، شايفه؟ اهو البوزيشن بتاعي كسبان اهو، البوزيشن بتاعي كسبان اهو، شايفه؟ اهو واصل كام دلوقتي؟ 85,600، واصل 85,644. هيمسك ال87 البيتكوين النهارده، بس ممكن اول لما يمسك ال87 والناس طمعانه ان هو يعدي ال87 تلاقيه راح مهبود ل82. مش كده؟ برجع اقول لك انت بقى لازم تكون حاطط خطه. انا قايل لك البوزيشن فتحه على الله، على الله، بس انا مش هقفل البوزيشن، انا عندي خطه، مش هقفل البوزيشن غير اما يكسب فوق ال$1000، ومش هقفل البوزيشن لو هيخسر فوق مثلا ال$400. فانا لو كان خسران معايا، خسر معايا 400 كنت هقفله، خطه حاططها. ولو فضل كسبان معايا انا مش هقفله غير اما يوصل ال1000. ممكن اقول 900 اقفل، 500 اقفل، حلوين 500، لا انا حاطط خطه من الاول قبل ما اخش اتداول وقبل ما افتح البوزيشن، ان انا البوزيشن هفتحه لو خسر معايا 400 هقفله، لما يوصل 400 خساره اقفله، ولما يوصل معايا يكسر ال1000 ربح هقفله. هي دي الخطه.
يفضل بقى يرقص، يطلع، ينزل، يتهبد، اكسب 900 بعد كده ارجع نفسي الاقي خسران 10 دولار. هو البوزيشن مفتوح، انا سايب وانا عايز منه 1 2 3، يكسب فوق ال1000 يا اما اخسر ال400 مش فوق ال400، وسايبه فاتحه وقاعد متابعه. وهكذا بقى على ايه؟ لو انت فاتح اكتر من صفقه، فاتح 7 صفقات، خش كل صفقه عارف انت عايز منها ايه العملات اللي انت بتتداول عليها، وحاسس ان الاخبار، انت بتشوف الاخبار العالميه بتاثر كمان على الماركت يا محمد. الاخبار العالميه بتاثر على الماركت يا صاحبي والله. والمنصه دي فيها ميزه حلوه صراحه، ما فيهاش لعب في الشراط، لان حجم التريدنج الفوليوم بتاعها كبير، فما فيهاش اللعب زي منصات تانية صغيرة. المنصة، استنى اوريك المنصة. كوين ماركت كاب، كوين ماركت كاب اهي. هبص، خش على موقع كوين ماركت كاب، هو ده، تروح داخل ادي المنصة، ده الموقع اللي بيطلع لك المنصات. تخش هنا، ما تفصلش بالله عليك. اهي المنصة، شوف حجم التداول قد ايه، حجم الفوليوم على المنصة كام يا محمد؟ اهي المنصة، شوف حجم الفوليوم على المنصة قد ايه، وده حجم الصفقات، مبالغ الصفقات اللي مفتوحة على المنصة. بص كام الرقم، شايفه؟ كام الرقم؟ ادي المنصة، ده التريدنج فوليوم بتاعها، وده حجم الصفقات، الاوبن انترست، حجم الصفقات اللي مفتوحة عليه، وده الفوليوم. بص الفوليوم كام؟ شايف قد ايه ارقام؟ شايف قد ايه ارقام؟ كوين ماركت كاب، يبقى البلاتفورم تراستد، شايف؟ تراستد، توب 10. الناس اللي عندي في البث تعمل سبسكرايب للقناة، وما تنسوش تتابعونا على جروب التليجرام. هادي زي باينانس، نعم، بس فيها امتيازات كمان عن المنصة، عن باينانس، فيها امتيازات عن باينانس، لان انت لما بتعمل ايداع بتاخد على الايداع زي مكافآت. يعني لو مثلا عامل ايداع ب 800 يو اس تي دي بيدوك 20% مكافآت، وهكذا. في اكتر من مكافآت موجوده اول لما بتسجل على المنصه، لو سجلت من اللينك اللي عندي مخصوص ليا، يعني فاهم؟ بس تنسوش الناس اللي عندي في البث تعمل سبسكرايب للقناه. جروب التليجرام، برجع واقول جروب التليجرام فيه 5 ميزات مش موجوده في اي جروب تليجرام تداول. اول حاجه في كورس يعلمك التداول من الصفر للاحتراف مجانا بالكامل. تاني شيء في توصيات بشكل يومي وحصري بالقناه ومجانا، في تحليل للبيانات، الشارات، كل شيء. رقم 3 والأهم، إن الناس المشتركة معانا في الجروب بيحطوا صور لأرباح صفقاتهم اليومية بشكل يومي، برضو مجانا عندنا بالقناة، بيشاركوها معانا
رابع حاجة، لو انت حابب ان انت تبتدي تتداول، او انت حابب ان انت تتداول على المنصة اللي انا عندي عليها تجربة، بصراحة تجربة كتير كويسة، ابتديت عليها من 2000 دولار وصلت 13000 دولار خلال 13 يوم، ولسه الحمد لله الكلام ده بقى لي فترة. دلوقتي انا داخل في 23